السلام عليكم الإخوة. كنتمنى تكونوا بخير وفي أحوال طيبة. مرحبا بكم في الجزء الثاني من القصة ديالنا. واللي غادي يشوفوا هذا الفيديو أول مرة كنبغي نقول لكم حبسوا هنا ورجعوا سمعوا الجزء الأول من القصة باش ما يفوتكم والو. ملي شاف هذاك السيد وقال له واش تخدمي عندي في الحمام ديالي، ما هو كان عنده حمام شعبي قديم. صافي داكشي اللي كان. الوالدة جاتها فرصة فين تخدم خدمة اللي مزيانة، ووافقات باش تمشي تخدم معاه. ولات مقابلة ليه لاكيس كتقطع الأوراق، وفي نفس الوقت إلا بغات شي وحدة تحك لها ظهرها كتدخل لعندها وكيدورو معاها بداكشي اللي كيسخيها من الله. مرة تجيب 20 درهم، مرة 50 ومرة 100، كل نهار والرزق ديالو. وفاش كنت كنكون خارجة أنا من المدرسة كنت كنمشي عندها للحمام وكنت كنشوفها شحال كضرب ديال التمارة، وكانت كتبقى فيا الصراحة. وكنت حتى انا بحال داكشي اللي عاودت لكم على الوالده كنت كنحلم براسي ديما في الحمام وشي وحده كتغسل ليا. وواحد النهار كانت عندي العشيه خاويه وما لقيتش جده في الدار، ومشيت عند الوالده للحمام. لقيت جالسه في البلاصه فين كيحطوا الرزاني، وفي هذاك الوقت كان الحمام خاوي والوالده كانت كتحك لواحد المراه لداخل. قالت لي غير نسالي ونخرج عندك باش نتغداو. كان داك النهار بالجمعة، المهم الناس كيجيو للحمام وواحد شوية وهي توقف عليا واحد المرأة طويلة، واللون ديال وجهها كان غامق بزاف، ولكن ملامحها كانوا زوينين. دايرة واحد العقيق كحل في عنقها ومعلقة فيه اللويس، وهازة رزمة كحلة فوق راسها. وبقات ساهية فيا كتمشي للبلاصة اللي كيجلسوا فيها وكتعاود ترجع لعندي. وواحد شوية وهي تقول لي دخلي تغسلي. قلت ليها لا، راه ماما مشغولة حتى تسالي. وهي تقول لي غير دخلي، انا غنغسل لك، راه كنت كندوش لك ملي كنتي باقا صغيره. المهم صراحه انا تخلعت وبقيت غير ساكته كنشوف فيها كيفاش كدور وكتحرك في البلاصه. واحد شويه بانت لي دخلات مع الباب ديال الحمام، وما كاملاش حتى 5 دقايق خرجت الوالده. وانا نسولها قلت لها وهذيك المراه اللي عاد دخلات واش ما غاديش تحكي ليها؟ قالت لي اش من مراه، راه كنت عندي غير هادي هي الاخرى راني ساليت ليها. قلت ليها لا، راه دخلت مرة أخرى كحلة وطويلة. رجعت الوالدة للحمام باش تأكد، لقات الحمام خاوي. توسوسات وفي نفس الوقت ما قدرتش تكذبني، حيت حتى هي كانت كتعاني من داكشي اللي كانت كتشوف، وكان جدها قليل فاش كتشيقها. ومن هنا غتبدا القصة ديالي معاها. واللي نقدر نقول لكم باللي السمية ديال هاد الجنية عمري ما سمعتها ولا عرفتها، وهي البلايص المفضلين ديالها هما الحمامات الشعبية القدام. تما كتسكن واللي كتكون غالبا عند المراوات، واللي كتكون عندها كتحلم براسها ديما في الحمام ديال الزنقة كتغسل. وفاش كتفيق تقدر تشم في راسها ريحة الصابون والأعشاب، خصوصا ريحة الخزامة والحنة والقطرة. المهم واحد المرة كنت مشيت للدار عند جدة الأخرى، مشيت دوزت معاهم داك النهار، وعمتي كانت حاطة واحد السباغة ديال الضفار فوق الطابلة، وأنا بلا ما نقصد قزتها وهي طيح وتهرسات. هي كانت في الكوزينة جات كتجري، غير شافتها مهرسة وهي تجمعها معايا بواحد التصرفيقة حتى طاحت للأرض. وجدة شافت هداك الشي وفي عوض ما تجي مني بقات كتقول لي مزيانة لك انتي اللي كطيري ويدك خفيفة. كنقسم لكم بالله وانا باقا معاهم في الدار، وهي دخلت باش تدوش وهي تزلق وطاحت على يديها وتهرسات. من وراها جات الوالدة باش ديني، وديك جدة قالت لي اخر مرة تجيبيها عندنا واخا تصالحنا من بعد، ولكن علاقتي بهم بقات محدودة. عمرني نسى داكشي اللي دوزو عليا. المهم في الليل فاش رجعنا وهي توقف عليا مرا بحال الا بيني وبينها بحال الحجاب، بحال شي ريدو واقفة هي من وراه، ولكن كيبان ليا الشكل ديالها. قالت لي ما تبقايش تسمحي في حقك، الا ضاع عيطي ليا غير بسميتي ونحضر معاك. وفعلا فين ما كيظلمني شي واحد ويبكيني ما كندعي عليه ما والو، حتى كتجي لعندي. بحال واحد النهار كنت راجع من المدرسة ودايزة عند الوالدة للحمام، حتى كنسمع الصداع. فاش دخلت كنلقى جوج عيالات شادينها وتعداو عليها بالمزيان، وجهها كله قمشولة. وكنت فين ما كنفكر هاد الواقعة كنبكي حيت حسيت بالحقرة داك النهار. المهم انا مشيت نيشان عند وحده فيهم، ومع انا صغيره ما غنقدرش عليها عطيتها من يديها، وهي تهزني ولاحتني، وكاع اللي كانوا حاضرين قالوا باللي 100% البنت غادي تكون تهرسات.
ولكن الحمد لله ربي نجاني، والله ما نزيد عليك من راسي. غير هما لبسو خارجين كيجريو، وهي تخرج فيهم عونطة، شداتهم بجوج، وحنا باقيين في الحمام. الوالدة كتسولني واش كضرك شي بلاصة وهي تدخل الطيابة الأخرى، وقالت ليها ربي وقف معاك اختي، خرجي وشوفي بعينك شنو وقع ليهم. تصور دزنا من حداهم بجوج مليوحين في الأرض، والأمبيلونس تعطلات والناس مشوقين عليهم. المهم كانت البنت غير مقصحة، ولكن امها جات فيها الدقة في الراس وبقات شحال وهي كومة. وفاش البنت خرجت من السبيطار، الناس كاملين بقاو كيقولوا ليها سير طلبي السماحة من المرا اللي تعديش عليها انت وامك. وفعلا حتى لواحد النهار جات عندنا كدق وبقات كطلب السماحة. الوالدة قالت ليها الا سامحتك بنتي نسامحك حتى انا. وهي تجي حدايا وهي تطلع فيا الميمة اللي قلت ليك عليها باللي كتاخد ليا حقي. وقالت ليها تعديتوا ليا على بنتي، هذاك الشيء اللي وقع لكم قليل في حقكم. البنت عرفتني باللي ماشي انا اللي كنهضر، وزادت تخلعات. بقات ليها غير جدة تبوس لها يديها، قالت ليها قولي لحفيدتك وبنتك يسمحوا ليا. وهي تعاود تجاوبها هذيك النيت اللي طلعت فيا، وقالت ليها تخرجي قصاري ديال الكسكسو وثلاثه ديال الجوامع ويكونوا مباعدين، ورا امك ديك الساعه غتولي لاباس. وغير دارت هادشي اللي قالت ليها وهما يعيطوا لها من السبيطار، قالوا لها امك راها فاقت. دازت الوقت وجاو عندنا هي وامها كيطلبوا من الوالده عاوتاني السماحه. المهم بغيت نعاود لكم شي مواقف كانوا كيطراو ليا في الصغر، واللي كانوا كيجيوني غراب. بحال بعض المرات كنت كنفيق كنلقى شعري مضفور وانا متاكدها باللي كنعس بيه مسرح. شكون اللي كيضفروا ليا الله اعلم. ومع كان شعري طويل تبارك الله وكلشي كيقول عليه زوين. واحد المره ناضت جده قالت لي راه الشعر الطويل كيضعف، ومشات وقطعته ليا. وهي تحلم في الليل بواحد المرأة كتبكي وكتقول ليها علاش قطعتي الوفاء شعرها. وقالت ليها نوضي دابا جيبيه وسيري دفنيه في الروضة. ما هي كانت لاحشو في الزبل، خرجت بقات كتقلب عليه حتى لقاتو، وجمعاتو في واحد التوب وداتو للروضة. تصور انه رجع خلف ليا وطوال بواحد السرعة خيالية، ومن تماك ما بقيتش كنعاود نقطع. وواحد المرة غنحلم بالوالد ديالي اللي ما شفتوش ملي كانت في عمري 6 سنين. فاش حلمت بيه كانت عندي 10 سنين تقريبا. المهم فقت هذاك الصباح كنبكي عليه وهي تجي عندي الوالدة وقالت لي شنو فكرك فيه. قلت ليها راني حلمت بيه وراه واقع عليه شي حاجة. المهم مشات الوالدة لخدمتها، ومن بعد ما سالات مشات لعند جدة وعمتي كتسولهم عليه. واخا ما كانوش كيحملوها ولكن عطاوها اخبار. قالوا ليها بلي راه جا المرض الخيب، وكان يلا قاد وراقو تما. وجاب الله انه كان عنده التغطية الصحية، ولكن ما لقاش اللي وقف معاه. كان كيمشي للسبيطار بوحدو كيديروا ليه الشيمي. المهم هي كانت عندي واحد الحساسية عالية، واللي كنحلم بها ولا كنتوقعها كتصدق بصح. من بعد ما دازو سنين وكبرت شوية، الوالدة كانت مازال خدامة في هذاك الحمام. واحد الليلة وهي توقف عليا ديك الجنية اللي كتسكن في الحمام، وقفت عليا وقالت لي ايوا بنتي، راه جا الوقت فين تكبري بيا وتشعلي لي الضو ديالي مع كبورة بنت ميمون. وهذه هي السمية اللي قلت لك غريبة، حيت هاد الملكة ما معروفاش بزاف. اللي كنقولوا ليه كبورة كيبقى غير يشوف فيا، المعلومات عليها قلال. المهم هذيك كانت رؤية بالنسبة ليا وماشي حلمة عادية. كنشوف نفس المرأة اللي كنت شفتها وأنا في عمري 6 سنين، مرأة وجهها كحل، ملامحها زوينين وحازمة راسها زيف كحل، ودايرة رزمة صغيرة فوق راسها. شفت خويا بنت في الحمام هازة شمعة بيضاء وكدور. المهم الغد ليه عاودتها للجدة والوالدة، واللي ولاو كيتيقوني حيت صافي كبرت شوية، وليت عارفة شنو كنقول وكنفرق ما بين الخيال والحقيقة. جدة الصراحة خافت، ولكن الوالدة شرات ليا شمعة وتسنات حتى خوا الحمام وشعلتها ليا وانا كندوش. وحاجة اخرى انها ملي كتكون طالعة فيا كيولي اللون ديالي سمر واخا انا بيضة في الاصل. المهم ملي ساليت وخرجت وليت كنضحك غير بوحدي، وديك الشمعة والله ما لقيناها. دخلت الوالدة من ورايا باش تهزها ما لقاتهاش، وما يمكنش تكون دابش كاملة في نص ساعة. صافي من وراها ولات قاعدة إلى يومنا هذا، فين ما كتوقف عليا كنشعل ليها ضوها، كندخل شمعة للحمام
ونبقى نغسل حداها. وكانت هذيك الشمعة واخا كيطير عليها الماء ما كانتش كتطفى، ومن غير كبورة ولا أمي ما عايشة ولا كيوقف عليا حتى ميمون من بعد ما كملت 16 عام. وواخا هادشي كامل قصتي ما غاديش تسالي هنا، داكشي كان غادي وغير كيتزاد. وليت كنمشي للحمام 2 حتى ل3 المرات في السيمانة، وكون ما كانت جدة والوالدة كنت غادي نمشي ليه يوميا. ولاحظوا فيا بلي وليت كنلبس الكحل بزاف، وديما مكحلة عينيا، لدرجة اللي شافني كيقول للوالدة مال بنتك ديما لابسة الكحل. وحتى في المناسبات والأعراس كنلبس غير الكحل، حيت هو اللي كيجي معايا، وغير كنلبسو كنتنور، كنحس براسي مرتاحة فيه. وواحد المرة أخرى كنت راجعة من الليسي وأنا ندوز عند عمتي وجدة للدار، دقيت عليهم وأنا كلي كنترعد. شافتني عمتي في هذيك الحالة دخلاتني وبقات كتقول ليا مالكي اش واقع ليك. وانا نقول ليها جيت غير باش نقول لك بلي راه الوالد مات. قالت لي اش كتخربقي، راه هو غير البارح هضر معانا وراه بخير ولا شويه من المرض اللي فيه. قلت ليها لا راه مات، وهي تقول لي جده سكتي سكتي المسخوطه وسيري بحالك، ما حنا على فالك. المهم دازت 3 ايام على هادشي وما عاودت سولت فيهم. عمتي غادي تعيط على واحد صاحب الوالد عندها نمرتو باش تسولو، وهو يقول ليها اختي راه غير مشات لي نمرتك، راه كنت بغيت نعيط ليك ونقول لك بلي فلان راه مات الله يرحمه شي 3 ايام هادي. تصدموا فاش سمعوا هاد الهضره وهما يعيطوا للوالده ديالي وقالوا ليها بنتك كيفاش عرفاتو مات. وتفايلت عليه. فسولاتني الوالده قلت ليها بلي راه ما عرفش اصلا كيفاش حتى خرجت هذيك الهضره. المهم من وراها جابوا الجثة ديالو هنا للمغرب، ودفناه هنا وحضرنا الجنازة ديالو. ومن تما تقريبا تقطعت علاقتنا بمرة مع جدة وعمتي. المهم انا كنت طلعت لافاك، وهنا غادي نعاود لكم واحد الموقف اخر كان طرا ليا. ما انا كيف قلت لكم كنلبس الكحل بزاف. واحد النهار كنت جالسة مع واحد الكليكة في الجردة، راكم عارفين الناس ديال لافاك كيكونوا بحال هاد التجمعات. المهم جالسين كنهضروا حتى جبدوا الهضرة عليا، وقالوا لي مالك ديما لابسة غير الكحل. وبقاو هادرين، وهي تنقز وحدة فيهم وقالت ليهم يمكن راه فيها ميمون. وبقات كضحك وكضحك عليا الناس اللي باركين، ولكن انا ما ضحكتش، بقيت غير كنخنزر فيها وكنشوف فيها. حتى لواحد اللحظة عينيها غادي يوليو حمرين بزاف، وغادي تبقى تبكي تبكي غير بوحدها. والناس كيسولوا فيها مالك مالك اش واقع عليك، وهي غير ما كتزيد في البكا. المهم هزوها داوها غسلوا ليها وجهها وبقات باركة شوية. وفاش عاودوا سولوها قالت لهم باللي شافت الوجه ديال فلانة اللي هي انا ولا بحال راجل، وهما كيسحبوها غير كضحك وهي راه بصح. حيت كيف كنت قلت لك باللي فاش كيطلعوا فيا راني كنتبدل. وواحد المرة أخرى عاوتاني خارجة من لافاك هو يتبعني واحد السيد بجلابتو كيقول لي يا وقفي وقفي بغيت نهضر معاك. كانت عنده تقريبا شي 40 عام. وقفت ليه وهو ينزل من الطوموبيل وجا لعندي وقال لي يا راه شفتك وعجبتيني وبغيتك للزواج. وانا نشوف ايدي ولقيتو داير 3 ديال الخواتم، واحد احمر وواحد كحل وواحد في الموف. قال لي يا الا قبلتي تمشي معايا لشي قهوه ونهضروا. قلت ليه لا انا ما مسالياش غدا لدارنا. قال لي صافي وريني داركم ونجي نهضر مع والديك. المهم بقى تابعني حتى عرف الدار، وسول على الوالده وعرفها بلي خدامه في الحمام. وهذيك الساعه كانت عيات شويه وما بقاتش كتكسل لبنادم، ولات مقابله غير لاكيز. حتى دخل عندها وبدون مقدمات قال لها بغيت نطلب يد بنتك للزواج. الوالده تخلعات، حيت الطريقه باش جا لعندها وطلب يدي منها ماشي عاديه. المهم قالت لي بلي ما ارتاحتش ليه، وبقات كتقول لي كل نهار ما مسالينش ما مسالينش حتى مشى بحالو. ولكن بقى ديما كيتبعني وقال لي ما بغيتيش تزوجي بيا اجي غير نهضر. واحد النهار مشيت معاه لواحد القهوه وغير ريحنا كنهضروا وهو يجبد عليا حس الجنون. قال لي واش في خبارك انت راه عندك الجواد. قال لي الا بغيتي نحيد لك هذاك ميمون حيت راه خايب كيكون عند البنات حيت كيولي ليهم عاشق. ما حسيتش براسي حتى غوتت عليه وقلبت عليه الطابلة وقلت ليه الا باقي شي نهار تجي عندي غادي نقتلك. وانا عرفتو بلي كان باغي يتزوج بيا باش يخدم بيا في الشعوذة اللي كان كيدير. المهم
هادي كانت قصتي، عاودتها ليكم وعاودت لكم كل حاجة دزت منها حتى قبل ما نتزاد. ولدابا راه باقي على نفس الحال، باقيين معايا هادوك الجنون، وباقي كنمشي للحمام ونشعل الشمعة، وباقي أي حاجة حلمت بيها كتوقع، وباقي إلا ظلمني شي واحد ولا دار ليا شي حاجة كتوقع ليا شي حاجة. الإخوان، هنا كتكون سالات القصة ديالنا. كنتمنى تكون عجباتكم. نتلاقاو في قصة أخرى، ومن هنا لتما نشوفكم على خير إن شاء الله.